تعملي ايه علشان تغيري اي حاجة في طفلك مش عاجباكي او انتي مش عاوزاها او عاوزة تحسني منه في شيء؟ رقم 1، هتقوليله صفة حلوة فيه وتشجعيه عليها، او تقوليله سلوك اكتسبه وهو عاجبك السلوك ده وفعلا يكون سلوك كويس. رقم 2، بعد ما تقوليله كده قولي الحاجة اللي انتي عاوزة تغيريها فيه ومش عاجباكي بس بطريقة لطيفة وتراعي فيها شعوره. رقم 3، بعد ما تقولي الحاجة أو السلوك اللي مش عاجبك اوعي تنهي النقاش على كده، لأ، ارجعي وقولي فيه سلوك عاجبك فيه يكون له علاقة بالموضوع. على سبيل المثال، لو طفلك خطه وحش وعاوزاه يتحسن أكتر هتقوليله أنا فرحانة قوي إنك بدأت تهتم بالمذاكرة والمدرسين بتوعك بدأوا يشكروا فيك، أنا مبسوطة، وريني كده عملت ايه في الواجب، انت خلصته، اهو انا مبسوطة منك، بس ايه رأيك لو عملنا الحرف ده بالطريقة دي؟ شكله هيبقى احسن، تعالى نمسح ونجرب تاني، بس فعلا انا مبسوطة من اهتمامك بالواجب ومن دروسك. وبكده نكون بدأنا ونهينا الكلام بكلام ايجابي للطفل، وفي النص قلنا اللي احنا مش عاوزينه. اعملوا كده مع طفلكم في اي حاجة عاوزين تغيروا فيها.